السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعلكم بوصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص، هي طريقة عمل الغريبة. طبعا المقادير معانا النهاردة هي 4 كوبايات دقيق، كوباية الا ربع سكر بودر، وكوباية سمنة. طبعا اول 4 دول الدقيق، ودي كوباية السكر بودر اللي هو الفاتح ده، وكوباية السمنة. زي ما انتوا شايفين المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص. طبعا اول حاجة هتجيبي اي بولة عندك وتنخلي السكر زي ما انتوا شايفين اهو. اول حاجة بتنخلي السكر، وبعديها هتجيبي السمنة وتحطيها، زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا بفضي السمنة، ولازم السكر والسمنة يتضربوا مع بعض كويس جدا. زي ما انتوا شايفين هقلبهم بالمعلقة الاول اهو. بعد كده هجيب المضرب، بس انا بنزل السمنة بس اللي في المعلقة، وبعدها هجيب المضرب وافضل اقلب فيهم لحد اما القوام يبقى كده. زي ما انتوا شايفين القوام ده المطلوب، وهنبدأ ننخل الدقيق. طبعا دي اول كوباية اهو، دي التانية، بعد كده هفضي الباقي. اهو بصوا، هتفضلي بقى تقلبي كده فيها زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا بعد ما تفضلي بقى تعجني فيها العجينة المطلوبة بالمنظر ده اهو، ده المطلوب مننا. زي ما انتوا شايفين المنظر ده اهو، زي ما انتوا شايفين. افضل اقلب فيها شوية اهو كده. بعد كده هتبدأي بقى انك تعمليها الاشكال اللي هي تكوريها وتعمليها بالمنظر ده. ولو عايزة بقى تحطي فيها مكسرات براحتك زي ما انتوا شايفين. هفضل اعمل فيها كده لحد ما العجينة تخلص. شايفين بتكوريها وتروحي دايسة عليها بصبعك في النص بس. مكوناتها سهلة وبسيطة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص، وكان طعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين هفضل بقى اعمل فيها الشكل ده لحد ما العجينة تخلص همت. طبعا هتحطيهم في الفرن. زي ما انتوا شايفين كان عندي حبة المكسرات دول حطيتهم على الغريبة، وهتسيبيهم بقى في الفرن لحد ما تستوي. ودي كانت النتيجة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.